كبيرين، واحد ليه تاريخ، له عراقه، له قيمه، له مكانه، له زعامه، هو العين، والاخر قلت لحضراتكم ولد على منصه التتويج متتاليتين. بالفعل فريق يستحق المتابعة. هذه البداية من خلال المغربي الذي يتقدم ياسين الغناسي، اللاعب المغربي بلجيكي مع الجنسية، لكن خلينا نقول المغربي الجميل نفخر ونفتخر به، تحضير وتصوير، وفي النهاية على 24 مشيها كده وكده يعني. لاعب نادي جنت البلجيكي، لاعب مغربي له جنسية بلجيكية، ونعم تراوري، ولكن على طول رادوي وإنقاذ. على طول تنتقل إلى ياسين الغناسي، حط الكرة تحت رجله كويس، بينقل نفسه كويس، حافظ عليها كويس، بيبص الناحية العكسية، عملها يشوط من جديد لمحمد موسى، هربت يا محمد، ياسين الغناسي النجم المغربي يتقدم من جديد إلى جيان مهاجم منتخب غانا، حاضر في كأس العالم، قاهر المنتخب المصري بالستة، ثم بعد ذلك تصويب. تعامل ضد فريق قوي، لعبة الاخوية على اللعب السريع الامامي الطولي، انطلاقه تاني، لا ياسين الغناسي ده سريع، ده جراي، ولكن على طول لكن ما ينفعش مساحه تفضل فاضيه. يمتلك الثقه الكبيره رغم غياب مارتن جونيور، ولكنه يقدم اداء كبير. يا سلام اعلى مستوى تاني. ياسين زور، ياسين الغناسي يعدي خطير جدا ضربة مرمى وفرصة كبيرة. فاكرين اميرسون نادي السد، اميرسون البرازيلي، اميرسون نادي العين، هو ده اميرسون بانطلاقاته واختراقاته ومهاراته وتصويباته، ولكن الدفاع قلت فرصة كبيرة. ياسين سريع، اميرسون وكانه سبحان الله وكان اميرسون العين، اميرسون السد، اميرسون البرازيل، اميرسون كوريا، والثاني اتعملت الى دياكيه. شوف الثقة اللي عندي، دياكيه سلم وراح استلم، خدها في مساحة جميلة، حرس المرمى كويس انه مطلوب الام